يا زهراء لعن الله ظالميك يا فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداء. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. من العلوم الدخيلة التي دخلت على الساحة الشيعية هو علم الرجال الناصبي. هذا علم الرجال لم يكن موجودا عند علماء الشيعة، إنما بعض علماء الشيعة كتب في هذا العلم، وهو في الحقيقة ليس بعلم، لأنه يريد أن يقلد الناصبة في طرقهم، رغم أن طرق أهل البيت عليهم السلام في معرفة صحة الحديث من عدمه تختلف عن طريقة المخالفين. وما عندهم أحاديث رويت تقية ومداراة، وإذا اجتمعت إذا تشابه الخبران أو اختلف الخبران أو كذا فنأخذ بأيهم. ما عندهم هذه القواعد، فاخترعوا علم الرجال. مسألة علم الرجال اللي دخلت في الساحة الشيعية دمرت حديث أهل البيت. هذا واحد من علماء الشيعة يقول هذا الكلام، وهذا كتاب اللي هو مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار، المجلد رقم 0 من تفسير البرهان، دائما يطبع معه، للفتوني. يقول في معنى الغلو والتفويض والتفريط بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام في هذا الباب. ماذا يقول؟ اسمع ماذا يقول. يقول: وقد نسب المفيد رحمه الله بعض هذه المذاهب، أي المذاهب؟ أن هناك من علماء الشيعة من إذا رأوا راوي يروي أحاديث في مقامات أهل البيت عليهم السلام يرمونه بالغلو، رغم أن الغلاة واضحين ومشخصين في حديث آل محمد عليهم السلام وملعونين ولا يوجد مدح لهم. فمثلا يقول: قد قال بعضهم من الغلو نفي السهو عنهم. إذن هناك من علماء الشيعة من يقول عنك بأنك مغال مجرد أنك تقول أن الأئمة لا يسون، أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون إلى غير ذلك. يعني إذا على هالمنطق هذا أنا أعتبر مغالي، لأن أنا أعتقد أن الإمام يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك من الآراء الفاسدة والخيالات الكاسدة الناشئة. سبب هذه الاعتقادات اللي موجودة عند علماء الشيعة، لأن هم اللي يضعفون، هم اللي يرمون بالغلو، الناشئة من قصور علمهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم. وقد نسب المفيد رحمه الله بعض هذه المذاهب إلى بني نوبخت. إذن هم مجموعة من العلماء من بني نوبخت، وما خفي أعظم، هذا الحين بعضهم، فما بالك بكثير منهم من علماء الإمامية. وهؤلاء الجماعة قد ابتلوا بإنكار أكثر ما اشتمل على خصائص الأئمة من الروايات، وقدحوا في كثير من الرواة الثقات. إذن تدمير حديث أهل البيت عليهم السلام ورمي الناس بالغلو نتيجة ماذا؟ نتيجة الآراء الفاسدة والخيالات الكاسدة الناشئة من قصور العلم عن معرفة الأئمة، لنقلهم بعض غرائب الصفات وعجائب المعجزات، لأن ينقل غرائب ومعجزات فيرون بأنه ماذا؟ مغال. ورموهم بالغلو والكذب والزندقة وأشباهها كمحمد بن سنان. إذن رموا محمد بن سنان بهذا الأمر، والحين إحنا موضوعنا عن محمد بن سنان، تمام؟ فخلكم معي. الشيخ عادل هاشم من علماء المذهب الطوسي الذي يعتبر بعلم الرجال، وله عدة كتب، وحبين لكم هذه الكتب. تفضل.
هذا كتابه بحث رجالي عن المفضل بن عمر، أنا كلهم شاريهم من قم المقدسة، مجمع هذا انتشارات. هذا كتاب عن المفضل، وهذا كتاب عن المعلى بن خنيس، وهذا كتاب عن علي بن أبي حمزة البطائني، وهذا كتاب عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، كله تأليف منه عادل هاشم. وهذا بحث عن من؟ عن محمد بن سنان اللي جاء ذكره، هذا محمد بن سنان. قريت أنا الكتاب كله في الصفحة 106 اللي هي الصفحة قبل الأخيرة، هذه الصفحة 106، هذه 107، بعدين خلاص تبدي الفهارس. ماذا يقول نتيجة البحث اللي يخرج فيه شيخ عادل هاشم؟ فالنتيجة النهائية أن محمد بن سنان غال، اتهم بالغلو نفس بني نوبخت، ضعيف في الحديث، لا يمكن التعويل على مروياته بوجه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا يعامل حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهكذا يرمى رواة الحديث، مع شديد الأسف، مع شديد الأسف. اسمع هذه الرواية اللي يذكرها أو يقولها الشيخ الغزي. خلينا نسمع راية في محمد بن سنان، هذا الشيخ الغزي اللي أنتم تعتبرونه ماسوني. الذي رواية الكافي رواية محمد بن سنان، وأعتقد أنها جامعة مانعة هذه الرواية، رضوان الله تعالى على محمد بن سنان الذي يتهمه الرجاليون بالغلو وبالانحراف، والله هم المنحرفون، ما محمد بن سنان منحرف، هم منحرفون عن الحق، لأنه نقل لنا الحقائق عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواية محمد بن سنان، وهذا هو الكافي الشريف. خل أذكر لكم الرواية اللي عن محمد بن سنان. احنا نبي نعرف هذه الرواية والتي هي عن محمد بن سنان، وينقلها شيخنا الكليني. شيخنا الكليني هو اللي ينقلها عن محمد بن سنان. احنا لمن نبي ندرس شخص ندرس رواياته، هذه هي الطريقة. خلينا نشوف رواياته، هل هو قال بعدم مثلا مخلوقية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ هل هو قال أنهم أنبياء؟ هل هو قال أن مثلا أن الشرائع الأحكام الفقهية تسقط كما يفعلون الغلاة؟ هل قال الخمر حلال علشان نحن نتهمه مثل ما قال عادل هاشم بأن محمد بن سنان مغال وأن رواياته ما نأخذ بها؟ شيخنا الكليني يأخذ بها. شيخ الكليني اللي صنف كتاب الكافي بأمر من النواب، من أحد النواب، هذا واضح في مقدمته. فخلينا نشوف روايات محمد بن سنان. ما هي روايات محمد بن سنان اللي تصعب على علماء الشيعة؟ عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته. والله أحب هالرواية.
ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم، فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تدينها، أو انقل النص هني غير واضح عندي، هذه الديانة التي من تقدمها غرق ومن تأخر عنها محق، خذها يا محمد فإنها من مخزون العلم ومكنونه. هذه رواية من روايات محمد ابن سنان، لكن علماء الشيعة ما يحبون هذه الروايات. يعني أنت الحين في هذا الزمن من يذكر حديث العترة صلوات الله وسلامه عليهم في هذا الزمن على سبيل المثال، مثلا سماحة الشيخ الغزي يشرح حديث العترة كله في العقيدة، يشرح حديث العترة، يذكر حديث العترة في الرجعة، في مقامات أهل البيت، في مثالب أعدائهم، في مظلومية أهل البيت عليهم السلام، يعتبر عند علماء الشيعة منحرف. بينما شخص مثل إسحاق الفياض ينكر الولاية التشريعية للسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذا يعتبر مرجع تقليد ويعتبر محترم. هذا المقطع أنا سمعتكم إياه. طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا الشيخ الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا: هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية؟ فأجابني بنص الكلمة: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. طبعا هذا أنا سمعته منه مباشرة. فإذا مبنى الشيخ الفياض أنه لا توجد ولاية تشريعية لا لرسول الله ولا لأهل البيت عليهم السلام. طبعا أنا أيضا سألت. فالفياض طبعا يعتبر مرجع تقليد ومحترم، وإذا أنت تتكلم عنه تعتبر أنت ماسوني وزنديق. فأنتم لا تستغربون أن يتهم محمد بن سنان بهذا الاتهام. أذكر السنة اللي فاتت كنت في العراق، وصادف فرحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها 9 ربيع. واحد من الإخوان أصر من أهل العراق أن أي أحضر مجلسهم، عندهم مجلس حسينية في كربلاء. حضرت، حتى كان شيخ جواد الإبراهيمي هو اللي يحاضر. كان الحضور تقريبا، وكان في رادود ما أذكر اسمه، كان الحضور تقريبا يعني لا يتعدى 25 نفر تقريبا. طبعا يوم حضرت يعني حالي حال الناس، مو مثلا قاعد أتكلم مع أحد، لا عادي، السلام عليكم السلام، قاعد أسمع. ثاني يوم ولا صاحبي اللي أصر إنه ياخذني قال لي: أنت تدري إيش سووا فيني؟ قال: شلون أنت تحضر هذا الذي يتكلم عن العلماء العدول، العلماء العدول؟ ما أدري يعني هل أنا نجست المجلس مثلا أو ماذا فعلت. عموما خليني حق محمد بن سنان. احنا في وضع يعني صراحة، مثلا على سبيل المثال يعني المؤمن اللي ينشر أحاديث أهل البيت عليهم السلام محقر، بينما من يدمر عقائد المؤمنين محترم وموقر. إسحاق الفياض يعتبر محترم. في قناة على اليوتيوب إذا تشوفونها مثلا اسمها إيران بودكاست، يسوون لقاءات مع شخصيات يتكلمون مثلا عن الثورة الإيرانية، عن الثقافة الإيرانية، عن كذا، يعني موجه للعرب. استضافوا في هذا البرنامج أحمد الكاتب اللي كان شيرازي ثم
أنكر وجود الإمام المهدي عليه السلام، صار حتى يعني قام ينكر يعني مظلوميات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكثير من الأمور قام ينكرها. وأتيحت له المساحة أن يتحدث في هذا البرنامج عن عدم وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أنا أسألكم، أحلفكم يعني أن تكونون، أدري أن الصنمية لاعنة والدينكم، بس ما يخالف، أحلفكم إن كان عندكم شرف، إذا ظل شرف فيه موجود، أحلفكم بشوارب أبو الفضل العباس، هل لو شخص مثلا ضد السيستاني يتكلم ضد السيد السيستاني مثلا، أو ضد محمد رضا السيستاني، هل راح يفتحون له إيران بودكاست المساحة أن يتحدث بحرية عن مساوئ السيد السيستاني مثلا، وعن أنه هو سبب مثلا أو لا دور في مثلا مجزرة سبايكر؟ تقدرون ترجعون حق برنامج الشيخ الغزي مجزرة سبايكر مثلا، هل راح يتاح له المجال؟ هل راح يتاح له المجال لو انه كان يبي يتكلم مثلا ضد السيد علي الخامنئي مثلا؟ هل ايران بودكاست راح تفتح له المجال؟ لكن واحد يخرج يتكلم، يعني لو انه مثلا ما تكلم عن قضية الامام المهدي، مثلا تكلم عن شهادته على مثلا مسألة الثورة الإيرانية، دوره مثلا، شنو سوى هو اثناء، شنو تفاعل، كونه مثلا كان كاتب شيعي وكذا، مو مشكلة كشاهد على العصر، لكن أتيح له مجال كبير جدا من الوقت ليتحدث عن إنكار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وأتيح له المجال. لو أنا بطلع الحين أتكلم ضد السيد السيستاني، ضد ولده، نفس هذا الشيء كان هناك اللي يتحدث في، أو أنه مثلا يتكلم ضد أعداء أهل البيت، قتلة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يتاح لي مثلا وقت بإيران بودكاست مثلا أنا أطلع وأذكر مثال من قتل الزهراء من كتبنا ورواياتنا. هل راح يتيحون لي المجال إيران بودكاست؟ لا، أتوقع راح تقولون لا، إن كان عندكم شرف الأمانة، إنكم راح تقولون لا، ما راح يتاح لك المجال، لأن راح تكونون صادقين مع أنفسكم. إن كان في ذرة شرف ظلت والصنمية ما عمتكم، راح تقولون صح، ما راح يتيحون لك المجال انك تتكلم، راح يقولوا لك لا وحده وما نبي نثير الاخرين. لكن الامام المهدي عليه السلام عادي يطلع واحد وينكره، وقاعد بكل يعني اريحيه وينكر وجود الامام المهدي عليه السلام، وطبعا يقال ان هذا رايي وهو قدم رايه. طيب خلوني انا اطلع اقول رايي في اعداء فاطمه، خلوني اقول رايي في السيستاني مثلا، راح يفتح لك المجال؟ ما راح يفتح لك المجال. فهكذا يعامل، هكذا علم الرجال، هكذا علم الرجال، يعرفون شلون يقضون على شخص. الشيخ الغزي يتهمونه بأنه هو عميل وهو ماسوني وهو كذا، بينما إسحاق الفياض يقول لا أكو ولاية تشريعية لا للسيدة الزهراء ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يعتبر مرجع تقليد، تتكلم عنه تعتبر أنت ضد المراجع العدول، ولازم ما تروح وتحضر أي حسينية أو فرحة زهراء أو ولا شيء، لأنك ضد المراجع العدول الذين ينكرون الولاية التشريعية. وإسحاق الفياض يعتبر المرجع الثاني بعد السيستاني، وفي المسائل الاحتياطية يخلون الناس تروح ترجع حق إسحاق الفياض. خلينا نرجع حق محمد بن سنان. في رجال الكشي مثلا أبو الفضل، أبو محمد الفضل بن شاذان يقول أرووا أحاديث محمد بن سنان عني، ولكن مو وأنا حي، وأنا ميت. ليش؟ عاد أنت اسأل نفسك، اسأل نفسك. وكانوا يدخلون مسجد الكوفة، وكان محمد بن سنان يقول من كان يريد المعضلات، العقيدة
روايات العقائد. فإلي يمارس دوره الدعوي، دوره في توضيح الروايات، كما الآن سماحة الشيخ الغزي. لذلك لله در هذا الشاعر اللي قال: هذا المفضل قد عادت مجالسه تروي الأحاديث قناة اسمها القمر، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ، يعني صفوان بن يحيى. والناس تموت على الفقه، طبعا عشقها الفقه. أحد الأخوة الكرام جزاه الله خير الجزاء ساعدني في أن يستخرج لي، يعني ساعدني والله صراحة. أكو ناس تساعد ساعات، مثلا شخص يحضر لك كتاب مثلا طبعه من كتاب أنت ما عندك إياه، شخص آخر مثلا ساعات في ينشر محاضرة مثلا من المحاضرات على الفيسبوك، على الواتساب، على تويتر، على الانستغرام. جزاهم الله خير الجزاء. أكو ناس يعني يقومون بدور غير ظاهر، يمكن أنا اللي ظاهر بالشاشة. أكو ناس مثلا تقوم بدور مثلا أنها مثلا إذا أحد كتب سؤال مثلا وين ألقى الشغلة الفلانية أو كذا، يجاوبونه هم مثلا، أو يرشدونه حق محاضرة معينة أو حق موقع معين. فجزاه الله خير. كنت أنا مشغول بشغلة، فأحد الأخوة مسك كتاب البصائر، وكنت يعني مكلمة أني أنا بسوي عن محمد بن سنان، فرصد لي بعض الروايات. الحين احنا راح ما نسوي يعني عملية إحصائية استقصائية، إنما ناخذ نماذج من الروايات التي رواها محمد بن سنان، وتعال أنت أحكم وشوف هذه الروايات. راح تجد طبعا في هذه الروايات العمق وليس السطحية. من كتاب بصائر الدرجات، يعني الروايات اللي جمعناها كلها من كتاب بصائر الدرجات، اللي فيه سندها يكون محمد بن سنان. فما له داعي أني أنا أذكر كل شوية عن محمد بن سنان، خلاص راح أذكر معصوم صلوات الله وسلامه عليه، إلا إذا في سؤال راح أذكر الراوي الذي يروي الرواية ويقول أنه رواها. مثلا هذه الرواية أبو الجارود يقول: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة من أولها إلى آخرها. إذن هناك عملية عرض. هذه الرواية يرويها محمد بن سنان في بصائر الدرجات. عملية عرض للأمة كاملة من أولها إلى آخرها. قال قائل: يا رسول الله، قد عرض عليك من خلق أرأيت من لم يخلق لما يلي الحين، الناس اللي ما انولدت مثل إحنا مثلا أو الأجيال اللي ورانا. قال: صور لي والذي يحلف به رسول الله في الطين حتى لأنا أعرف بهم من أحدكم بصاحبه. شوف عمق الرواية التي يرويها. أني حق رواية ثانية مثلا هذه الرواية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك طبعا هذا كلام ما يعجب مراجع الشيعة. هذا يبون الشيرازي يسوي له تقريب القرآن إلى الأذهان، الطباطبائي يسوي له الميزان، وفضل الله يسوي له مدري شنو، والطوسي يسوي له تبيان وبيان، طبرسي والطوسي وبيان وتبيان إلى آخره. لكن أحاديث أهل البيت واضحة في القرآن. بعد شنو من رواياتك يا محمد بن سنان؟ عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول: فضل أمير المؤمنين عليه السلام ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله أخذ به، وما نهى عنه انتهى. جرى له من الفضل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله، ولمحمد الفضل على جميع من خلق الله، المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله، والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله. كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. هذا كلام ما يعجب ربع
الوحدة الإسلامية والتنازلات الإسلامية. وسبيله الذي من سلك بغيره هلك، وكذلك جرى لأئمة الهدى واحدا بعد واحد، يعني اللي من يسلك بغيرهم هالك. جعلهم الله أركان الأرض، رد على المقصرة، أن تميد بأهلها، والحجة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. وقال عليه السلام: كان أمير المؤمنين كثيرا ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم. ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا لمحمد صلى الله عليه وآله، ولقد حملت على مثل حمولته، وهي حمولة الرب تبارك وتعالى. وأن رسول الله يدعى فيكسى ويستنطق فينطق، ثم أدعى فأكسى وأستنطق فأنطق على حد منطقه. ولقد أعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي: علم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عني. أنشر بإذن الله وأؤدي عنه، كل ذلك من من الله مكنني فيه بعلمه. أيضا ناخذ هذه الرواية. دائما أصحاب المقامات تلاقيهم في المقامات وفي مثالب الأعداء أيضا. هذا الشيء تلاحظه في روايات جابر بن يزيد الجعفي والمفضل بن عمر وداود الرقي ومحمد بن سنان، إنه قال إن في وحدة قالت: يبون لي رجل شديد العداوة لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، نقول لي يا نقوة. فيابوا لها واحد، فقالت له: شنو عداوتك لهذا الرجل لعلي بن أبي طالب؟ قال: كثيرا، اللي أتمنى أني أضربه بالسيف وأسيح دمه. فقالت له: روح. وعطى كتابي رسالة كانت دازتها تبي تدزها حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وراح تشوف أمير المؤمنين راكب على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأصحابه داير مدايره كأنهم الطير. ولا دير بالك، مو تاكل أو تشرب، لأن هذا ساحر. وانتم تعرفون منو اللي دائما كان يقول سحر بني هاشم، سحر بني هاشم، تعرفون منو؟ يقول فراح ولا لقى مثل ما وصفته، قاعد على بغلة رسول الله وأصحابه داير مداير، ناول الكتاب. قال له أمير المؤمنين: انت يعني وصلت الكتاب، قاعد ياكل واشرب واحنا راح نكتب الجواب. قال له: ما راح آكل ولا أشرب. فيبي يروح. أمير المؤمنين مشى وراه، وكذلك أصحاب أمير المؤمنين. قال له: تعال بسألك سؤال. قال له: نعم. قال له: تجاوبني بصراحة. قال له: أجاوب. قال له: حلف بالله، حلفك بالله. مو قالت أبي واحد كلش يبغضه وانت جيت وسألتك قالت لك ايش كثر انت تبغضه؟ قال: ودي انك اطقه بالسيف واسيح دمه. قال: ايه. قال له: مو قالت لك روح اخذ الكتاب مالي سلمه اياه وراح تشوفه قاعد على بغلة رسول الله واصحابه داير مدايره كأنهم الطير الصواف؟ قال: صح. قال: احلفك بالله مو قالت لك لا تاكل ولا تشرب عنده لانه في سحر؟ قال له: ايه. قال له: تروح تبلغه؟ كان يقول له: والله اني جيت لك وماكو احد في الارض ابغض لي منك، لكن انا بعد هالكلام اللي انت قلته وهالوصف اللي وصفته ماكو احد في الدنيا بهالارض هذه احب الي منك، فاللي تامرني اسويه. قال له: خذ الكتاب وروح ود لها وقل لها: انت ما اطعتي الله ولا رسوله، امرك انك تقرين في بيتك، مو تتمشي لي بالعساكر وسط الجيش. وقول لهم، قول حق اللي وياها: انتم خاشين حريمكم في بيوتكم ومخلين هذه
تطلع. فيو عطاها الكتاب وقال لها الكلام اللي قال له يا أمير المؤمنين، ورجع وقاتل مع أمير المؤمنين عليه السلام، حتى أن قاتل في صفين فأصيب. وهي علقت قالت ما نبعث رجل إلا يفسد علينا. هذا يذكرني بواحد كان يحضر عندي وحسدني، فكان يقول حق اللي معاه، يقول لهم ديروا بالكم تسمعون أحمد فمثل الساحر، إن تكلم تصدقونه فلا تسمعون. وهذه سمعتها وايد، اللي يوصون عيالهم، اللي يوصون إخوانهم، مثلا لا تسمعون المحاضرات، ترى مثل السحر، رغم أن السحر هو حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. لا قاعد نقول أبرك دبرة، ولا قاعد نقول كسحونة كساحة، قاعد نذكر قال الصادق وقال الباقر، وقاعد نفتح لكم الكتب قدام عيونكم حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الرواية أيضا أبو بصير يقول، قلت حق الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول أصحاب، طبعا هذه في سندها محمد بن سنان، أصحاب أمير المؤمنين شو كان عندهم علم منايا وبلايا؟ قال له لأن هذيلاك كان على أفواههم أوكي، يعني أو رباط أو غطاء، يعني معناته كانوا يحفظون السر، لكن أنتم ما تحفظون السر، ولذلك ما يكون عندكم هذه الأمور. هذه الرواية أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إن أهل بيت علمنا المنايا والبلايا والأنساب، فاعتبروا بنا وبعدونا وبهدانا وبهداهم وبقضائنا وبقضائهم وبحكمنا وبحكمهم وميتتنا وميتتهم، يموتون بالقرحة والدبيلة اللي هي طاعون أو الدم اللي يطلع في البطن، ونموت بما شاء الله. يا زهراء. عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن علي صلوات الله وسلامه عليه كان محدثا، فالصحابي يقول له اشرح لي ذلك يا ابن رسول الله، قال له يبعث الله ملكا ينقر في إذنه كيت وكيت وكيت. وأيضا هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إني لأتكلم بالكلمة الواحدة لها 70 وجها، إن شئت أخذت كذا، أي كذا من الكلمات. عن الإمام الصادق عليه السلام قال إنا أهل بيت إذا علمنا من أحد خيرا لم تزل ذلك عنه منا أقاويل الرجال. يعني شنو الرواية الحين أشرح لكم إياها، الرواية الثانية يمكن تشرحها. عن الإمام الصادق عليه السلام أن كانوا عند الإمام الصادق، فتناول رجل من أهل الكناسة رجلا من أصحابنا، وهذا طبعا الشيعة شاطرين شنو يسوون، يقطعون بعض، اللي يذكر أحاديث أهل البيت عليهم السلام زنديق ماسوني عميل للمخابرات الأمريكية. أنا ما أدري شنو سالفة المخابرات الأمريكية والبريطانية باهتمامها بأحاديث أهل البيت عليهم السلام. فصد وجهه عنه ثم غمز الثانية، فقال أبو عبد الله عليه السلام، يعني ظل يتكلم ذاك قدام الإمام الصادق عن هذا الصحابي، فقال الإمام الصادق عليه السلام إن كنت إنما أتولى الرجال وأبرأ منهم بأقاويل الناس فبئسة النسبة هذه. يعني انت عبالك انت جاي تعلمنا، انا اعرف شيعتي واعرف اصحابي. وش سوى الامام؟ اخذ من لحية هذا الرجل وهزها هز شديد، ثم بقي في راحته شيء فنفخه، ظلت شعرات من لحية هذا اللي يتكلم على الناس في يد الامام صلوات الله وسلامه عليه. فالامام صلوات الله وسلامه عليه نفخ هذه الشعيرات.
في مسألة التفويض قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في السند محمد بن سنان: لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله وإلى الأئمة عليهم السلام، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال: وهي جارية في الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذه القضية هي جارية في الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم. عن المعلى بن خنيس، وهذه ذكرنا هذه الرواية في مسألة طي الزمان والمكان للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام. المعلى بن خنيس كان عند الإمام الصادق في بعض حوائجي، فقال لي: ما لي أراك كئيبا حزينا، ايش فيك زعلان؟ قال: فقلت: ما بلغني عن العراق من هذا الوباء، كان في مرض، كان في شيء، كان في مصيبة في العراق، أذكر عيالي. قال: فاصرف وجهك، وخر وجهك. وخرت وجهي فصرفت وجهي، ثم قال: ادخل دارك. يعني صارت مسألة طي للمكان، وإذا بالمعلى هو في العراق، رغم أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان في المدينة المنورة. يقول: فدخلت فإذا أنا لا أفقد من عيالي صغيرا ولا كبيرا إلا وهو في دار، كل عيالي متيمعين في بيتنا. قال: ثم خرجت فقال لي: اصرف وجهك، فصرفته، يعني كان الإمام موجود، فصرفته فنظرت فلم أرى شيئا، يعني رجع إلى مكانه. طبعا في رواية أخرى تبين أنه عاشر زوجته معاشرة الأزواج، والإمام استتر، ثم عندما انتهى وخرج من البيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه رجع إلى مكانه. هذه الرواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: إن منا أهل البيت لمن الدنيا عنده بمثل هذا وعقد بيده 10. هذه بدينا، يعني كأن الدنيا هي ملك للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبين يدي الإمام روحي له الفداء. أيضا هذه الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أنا قسيم بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم إلي. أختم بهذه الرواية وإن شاء الله تكون فيها الكفاية، أنكم عرفتوا أخذنا عينة من روايات محمد بن سنان، فيتضح عندكم المطلب، أن هل محمد بن سنان الرأي أنتم تبون تأخذون رأي عادل هاشم ولا رأي الشيخ الغزي اللي أنتم سمعتوه؟ أن أبو ذر طلب رسول الله صلى الله عليه وآله، دور الرسول الأعظم، فقالوا له هو في حائط كذا، مكان معين، فتوجه في طلبه فوجد رسول الله نائم، فقام طلع صوت كذي يعني علشان يشوفه نايم قاعد، فرفع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله رأسه الشريف وقال: يا أبا ذر أتخدعني؟ أما علمت أني أرى أعمالكم في منامي كما أراكم في يقظتي؟ إن عيني تنام وقلبي لا ينام. توقع هذه فيها الكفاية، أنكم شفتوا عينة من أحاديث محمد بن سنان، وهذا البحث إن شاء الله يكون مفيد حق شباب الشيعة علشان يعرفون فساد علم الرجال. اللي يحب يستزيد في مسألة علم الرجال وظهور علم الرجال، خلي يروح إلى برنامج الكتاب الناطق لسماحة الشيخ الغزي، بس يكتب علم الرجال الكتاب الناطق الشيخ الغزي على اليوتيوب، وراح يشوف محاضرات كثيرة يتكلم فيها سماحة الشيخ الغزي، وحلقات كثيرة عن علم الرجال وكتب علم الرجال وفساد علم الرجال. من أراد أن يهتدي فأهلا وسهلا ومرحبا، ومن أراد أن يظل على عناده على صنميته راحته. إحنا نسوي اللي علينا، إحنا مو أعظم من الأئمة. الأئمة عليهم السلام فصل الخطاب عندهم، وكانوا نسمع نقرأ في بعض الكتب أن في ناس من أهل الشام، من النواصب، من الخوارج، من الواقفة، من الغلاة، من المقصرة، الأئمة يكلمونهم، الأئمة اللي هم فصل الخطاب عندهم، وما يقتنع. فهل إحنا راح نقنع الناس؟ فاللي يبي يقتنع
أهلا وسهلا، مثل ما يقولون أن طلب الهدى، اللي يطلب الهدى والله سبحانه وتعالى موفقه ونفسه طيبة فيكفيه دليل. أما اللي عناد وكذا فلو تأتيه ب1000 دليل لا يقتنع. هذا الميدان يا حميدان، هذا قدامكم الكتب والمصادر، وهذا قدامكم وانتم أحرار. نسألكم الدعاء. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا علي مدد يا زهراء.